جات. هلا بالهنا احلى اخوات، اهلا بيكم في سلسله فيديوهات كان في مكان. النهارده هنتكلم عن مكان جديد وحلقه جديده من برنامج الاماكن، وهو مكان لتعليم الفروسيه. هتقول لي ايه المفيد في اننا نتكلم عن الخيل؟ ولكن احنا هنتكلم عن حاجه كانت اسلوب حياه الناس كانت عايشه بيها زمان في المواصلات في الحروب، تمام؟ برضه احنا نتعلم تدريب الناس بتعيشه دلوقتي وبتعتبرها مهاره ليها دلوقتي، تمام؟ وهي زي ما بيقولوا عليها لعبه الملوك، لعبه الخيول دي وكده. فاحنا دلوقتي هنخش نتعلم ركوب الخيل مع كابتن جوه. برضه تكمله لموضوع الفروسيه هنتعلم رمايه. نتعلم رمايه بالقوس وبالسهم. هتقولي دي قديم، برضه هنتعلم الجديد اللي هو الرمايه اللي موجوده دلوقتي بالبندقيه الرش، تمام؟ قبل ما نخش نتعلم ركوب الخيل وقبل ما نركب الخيل هنخش دلوقتي نتكلم مع الكابتن بكر عن الخيل، ناخد عنه فكره قبل ما نركبه، تمام؟ وبعد كده نخش نتعلم ركوب الخيل. خليكم معايا، يلا بينا. احنا دلوقتي مع الكابتن بكر المدرب هنا للاطفال وكده لتعليم الخيول. دلوقتي احنا هنساله شويه اسئله عن الخيول قبل ما نخش نتدرب، تمام؟ ازيك يا كابتن بكر؟ اهلا وسهلا كابتن. اخبارك عامل ايه؟ تمام. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. دلوقتي انا عايز اسالك اسئله شويه عن الخيول وكده، يا رب تكون تمام. دلوقتي ايه اللي بيخلي حد اول حاجه يعني قبل ما نتدرب وكده، ايه اللي بيخلي حد دلوقتي يتعلم فروسيه في 2026؟ اللي يخلي حد يتعلم فروسيه ان كل رياضه انت بتمارسها وحدك. انا بتمرن سباحه وحدي، بتمرن حتى رمايه وحدي، بلعب حديد وحدي، لكن الفروسيه دي انا مرتبط بكائن تاني معايا. فبالتالي في ايه؟ في مشاعر. في تبادل مشاعر. لازم تكون فاهم الحيوان اللي معاك وبتعرف تتعامل معاه. فده اللي بيخليها رياضه محببه عند ناس كتير. ايه سن معين طيب اللي بيتعلم فروسيه وكده؟ اول ما الطفل يبدا يمسك نفسه ويبدا يعرف يمسك السرعه، يبدا يستوعب الكلام، نقول له ياخد وضعيه ازاي صح، يبدا قلبه يجمد شويه، واخد بالك؟ بس يبدا من الفتره دي يبدا يتعلم. طب ايه المواصفات برضو اللي لازم تكون في الفارس دي يعني؟ اول حاجه بيفرق معانا ايه؟ جرأة الفارس نفسه. كل ما الواحد يكون قلبه يعني كل ما الواحد يكون قلبه اضعف بيكون الموضوع اصعب بالنسبه له. تمام. لان انت بتبقى راكب حاجه عاليه ما بتبقاش متعود عليها، وبالتالي بيبقى فيها رهبه. تمام. انتوا دلوقتي لما بتكونوا جايبين الخيول الصغيره وكده، ازاي بتدربوها عشان تخش المسابقات وكده؟ اول حاجه في مسابقات بتختلف، ممكن في مسابقات قدره وتحمل، وفي مسابقات فروسيه زي عندنا احنا هنا قفز حواجز. يعني زي ده يخش سباق؟ لا، ده قفز حواجز، متدرب على حاجه معينه، انه يقفز الصدور. حواجز بس. لو دخلته مثلا سباقات، او لو دخلته مسابقات قدره وتحمل ما يقدرش يستحمل معاك، لان انت مش مدربه على الحاجه دي. انا سمعت ان فعلا ان الخيول ليها رخصه وكده. في خيول الخيول العربيه بيكون له رخصه، رخصه بجدوده كمان. ولازم يكون معاك كمان رخصه ان انت ينفع تجوزه وتنتج منه نسل. انت ممكن يكون معاك الرخصه بتاعته بس ما معاكش رخصه، يعني معاه اصله من الاول. معاك اصله وتقدر بقى تبني عليه. برضه انا سمعت ان الخيل برضه من الحاجات العجيبه فيه ان هو بيزعل وبيتقمص وكده، ازاي؟ هي بتكون شخصيات. الخيل شخصياته زي البشر بالظبط تماما، كانه بشر. هتلاقي خيل بيزعل بسرعه، هتلاقي خيل ممكن يغدر بيك، هتلاقي خيل وافي جدا ليك. فهي شخصيات كانك بتتعامل مع بشر. والله بالظبط. يعني لازم يبقى هو فاهمك الاول قبل ما تخش تتعامل معاه. هو بيكون فاهم شخصيتك، وانت كمان لازم تبقى فاهم شخصيته. والله تمام. يعني هو بيبقى فاهم انت بتخاف، انت ما بتخافش، انت جريء، انت كل ده هو بيفهمه. تمام ماشي. احنا دلوقتي بعد ما خلصنا الكلام شويه عن الخيول وكده هنخش نتعلم عملي بقى جوه، تمام؟ يلا بينا. دلوقتي احنا مع الكابتن بكر، تمام؟ بعد ما اتكلمنا عن الخيل شويه وفهمنا عنه حاجات بس هي مش كتيره، بس برضه خدنا فكره عنه، تمام؟ هنحاول نتعلم عملي، شغل مبتدئين يعني من الاول، تمام؟ كابتن بكر يلا هنعمل ايه في الاول؟ اول حاجه بنحط رجلينا في الركاب. ده اسمه ركاب. ده سرج. هي بتضرب باول حاجه بتضرب ده بتهش الدبان. خلاص تهش الدبان. تمام ماشي. يلا بنخش لجوه كده. ماشي، بنخش لجوه. تمام ماشي. يلا ونعمل ايه بعدين؟ نقرب ايدينا. بص، كل ما تكون مقرب ايدك اكتر بتكون بتحكم في الحصان اكتر. ماشي، يعني لو سبت لها لو انت مطول جدا بتحس ان هو حبل غسيل، انت مش متحكم في حاجه. ماشي. فاحنا انا عايز هنا بينهم قبضه. ماشي، وهم ارتفاع قبضه. خلاص ماشي تمام. بس اقفل ايدك دي عليك، مش قوي، لا مش قوي كده، سنه. لو فتحت ايدك كده انت كده فقدت التوازن. تمام. تقع على طول. خلاص، رجلك عايزها بره عشان لا قدر الله لو وقعت ما تتجرجرش ورا الحصان، ما اشبكش فيها. تشبكش فيها. ماشي تمام. ورجلك لتحت على الارض. ماشي، تمام. كأنك واقف على الارض بالظبط. جسمك مرن. خلاص تمام. لو اتخشبت تقع على طول. ماشي تمام ماشي، يعني اروح واجي معاها عادي. حتى لو قعدت تتنطط فوقيها. ايوه تمام. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هنركب لك ده اسمه حبل اللونج. حبل اللونج عشان خاطر انت مبتدئ لسه. ماشي تمام ماشي. بس هناك جنب السور صعب تسيطر عليه. تمام ماشي. هو ما تشدش ايدك، ما تشدش عشان هي بترجع ورا عشان انت بتشد. تمام ماشي ماشي. ما تشدش. يلا ووك
ما تلعبش رجلك ثابته. هي رجلها ثابته في الاول؟ وايدك ما تشدهاش خلاص ولا ترخيها. تمام. سايب لها مساحه بسيطه يعني ما خليهاش هي المسيطر. انت المسيطر، انت متحكم في كل حاجه. تمام. يلا. هو الكورس ده مثلا في المبتدئين وكده بياخدوا كام عبال ما يحاول يمشوا لوحدهم؟ يا بص، هو غالبا ممكن 8 حصص 10 حصص، واخد بالك؟ 8 حصص 10 حصص عبال ما يحاول يمشي لوحده. على ما تخش وحدك. وبتفرق برضو ايه؟ قلبك زي ما انا قلت لك الاول. بتفرق في قلبك ماشي، وبيفرق في رشاقتك برضو. في رشاقتك حد قلبه جامد بس وزنه مش مساعده. تمام. وانت اللهم صل على النبي قلبنا قلب حديد والوزن ما شاء الله والوزن وزن ريش. يلا ترت. يعني ايه ترت بقى؟ ترت الجاريه الثانيه. الحصان عنده ايه؟ هو عارف ايه معنى الترت؟ هي بتبقى حافظه كلمات بسيطه. هي حافظه. طب دلوقتي انا مش عارف اقعد فوقيها حرفيا عشان هي بتطلع ترت وانت اول مره تركب. بس بوريك الجريات. خلاص. ترت ماشي. ترت. يلا. يس. ترت. لا ايدك تحت. انت كده بتفقد التوازن بتاعك. انا دلوقتي حرفيا هقع. لا ايدك تحت. تمام. ايدك تحت. خليك مرن على الحصان. انزل في نص السرك. هي دلوقتي مخلياني رايح جايه. ايدك تحت. تحت. ايوه. اهدى. رجلك ورا. دوس بكعب رجلك. ما بنقفلش بالركبه خالص، لان الركبه ده مفصل مش عضله. تمام. ما بيشيلش وزن. تمام. احنا ممكن نقفل بالعضله الضمه. ماشي. انا مهيأ في الاول ان انا اقع اتكسر، صح؟ لا، هو غالبا مش كسر، لان هي مش بتجري بسرعه عاليه. لكن كلنا معرضين ان احنا نقع. تمام. اي حد بيركب خيل لازم يقع. خلاص. تمام. بنقول طبعا دعاء الركوب. هي طب دعاء عشان خاطر لو وقعنا، ده بجد، خاطر لو وقعنا ايه تكون الوقعه اسهل. والله. ده بجد عن تجربه. تمام. ماشي. طب دلوقتي مثلا يعني انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها تروت سيتنج. هي كم حركه؟ هي بص، حركات معينه بتعدل لك التوازن بتاعك. خلاص. تمام. في اب داون، بس انت عشان لسه مبتدئ ايه مش هنقعد نتعلمهم. تمام. بس ماشي. تمام. اسمه تروت سيتنج. طب هم دلوقتي اللي بينطوا الحواجز دول بيبقوا واصلين خلاص، يعني اللي هم خلاص فنشوا التمرينات كلهم؟ لا مش التمرينات كلها، هو ظبط التوازن بتاعه على الحصان. تمام. دلوقتي انا دلوقتي حاسس ان انا يعني قلبي جمد شويه عليها، فاهم؟ لا انت خلاص، انت كل مره بتحس ان انت بقيت احسن من المره اللي قبلها. تمام. فاهمك. انا بقيت حتى اتحكم فيها، فاهم؟ عارف اتحكم فيها ازاي. ما تشدش قوي، ارخي سنه اكتر. طلع كعب رجلك اكتر من الركاب. طلع كعب رجلك من الركاب اكتر. دوس على كعب رجلك. يلا ترت. طبعا المفروض احنا خدناها في جنب بس. ناخدها الجنب الثاني. ليه؟ حافظه حتى الكلمات اللي انت بتقولها. لان كل رجل عند الحصان مختلف عن الرجل الثانيه. والله. يعني ممكن تبقى بتخاف من ناحيه ما بتخافش من الناحيه الثانيه. ممكن تبقى بتجري في ناحيه كويس والناحيه الثانيه بايظه. كل جنب مختلف عن الجنب الثاني. تمام. ماشي. دلوقتي كده ايه، ناخدها من الجنب الثاني. ماشي. يلا. ترت. طبعا الجريات، طبعا هو في ووك، ده المشي العادي. ماشي. تمام. بعد كده ترت اللي انت بتعمله دوت. بعد كده كانتر اسرع من ده. ماشي. كانتر برضه دايره كده؟ لا مش شرط دايره. ممكن تجري التروت ده حوالين السرعه عادي، واخد بالك؟ دي الجريات الرئيسيه. ماشي. تمام. وبعد كده جالوب، دي اسرع حاجه بقى. تمام. بس بيكون في الجبل عامه، مش هتاخد دواير زي هنا في الارض دي، واخد بالك؟ فهمت. هو دلوقتي وقف. تمام. دلوقتي احنا يعني حاولنا ناخد لمحه بسيطه على الركوب وكده. هو ده طبعا مش كل التمرينات وكل الركوب وكده، هي دي حاجه بسيطه عنها. تمام. وبرضو بنحاول نعرفكم ازاي الناس بتتعلم المهاره دي، زي ما بيقولوا عليها مهاره الملوك اصلا. تمام. فدلوقتي احنا خلصنا بالظبط ركوب الخيول. تمام. هنروح دلوقتي بقى ايه نتعلم الرمايه وتكمله الموضوع الفروسيه. خليكم معايا، يلا بينا. دلوقتي عايزين نتعلم الرمي بالبندقيه الرش. تمام. هعمل ايه طيب عشان دلوقتي اتعلم الرمي بالبندقيه الرش وكده؟ البندقيه الرش دي اساس الرمايه اللي هو الحاليه. زمان كان قوس وسهم خلاص خلص. تمام. دي قوس وسهم زمان كانوا بيصطادوا بيها الحمام برضه. خلص، كانوا بيصطادوا بيها الصيد عموما. تمام. ايا يكن بقى، حمام، غزلان، ايا يكن. تمام. طبعا زمان انتهى وممكن نرجع تاني يعني. بس احنا دلوقتي بقت دي خلاص هي الايه؟ ده بعد الحرب العالميه. ده الحالي خلاص. فاول حاجه بحط دي كده تحت كتفي، واخد بالك؟ وبنزل هنا كده. تمام. ايدي من الاخر عشان خاطر ايه اخد عزم. تمام. واخد بالك؟ بنزل لحد ما اسمع التكه دي. تمام. التكه. تمام. احط الطلقه. ماشي. برجع تاني اسمع التكه دي بقى كده قفلت خلاص. تمام. امسكها. ماشي. بحطها كده على كتفي، خد بالك عشان اخد عزم. تمام. ماشي.
بحط النقطه الحمراء في نص النقطتين الخضر دول. تمام ماشي. والنقطه الحمراء نفسها على الهدف. تمام. واخد بالك؟ بس واجي اطلق الرصاص. طب اضرب كده. جامد. تمام. دلوقتي انا هحاول اعملها. تمام ماشي. انت بتجيب دي للاخر صح؟ دلوقتي تسمع التكه خلاص. ونحط الرصاصه دي حديد صح؟ الرش ده حديد مش رصاص صح؟ رش مش رصاص. ما فيهوش حرق جوه ولا حاجه. تمام ماشي. باجي جايب دي دلوقتي كتفك. احطها في كتفي الاول. تمام. احطها في كتفي. اخلي الحمراء في نص الاثنين الخضر يعني والحمراء نفسها على الهدف. الحمراء على الهدف والخضر اللي انا اركز عليها. ركز في نصهم. تمام ماشي. اطلق. ثواني انا مش جايه معايا الخضره دلوقتي. ماشي. الاثنين الخضره في النص ما تبصش عليها، تبص في نصهم على الحمراء. طب هي مش جايه معايا ليه؟ مش عارف. لا هتيجي. بص في نصهم. ما جاتش. ماشي. عايز تاني. هي تاني؟ ممارسه عموما. هي ممارسه. الرياضه ممارسه. تمام. هي بتيجي مع الوقت يعني. تمام. واحده. دلوقتي يعني هي بصراحه جامده. هجرب في دي. تمام. في كتفك لازم في كتفي. كتفك مش على صدرك. ايوه. ما مش جايه معايا الخضر. في كتفك. ايوه كده جايه. هي هتيجي كده جايه. انت ما تنامش عليها قوي. جات كده. تمام. يعني دي كده الرمايه يعتبر دي رمايه بالمنديه. ده الاساس بقى. انت بتبني عليه بالممارسه هتكون امهر من كده اكيد. تمام. فهمتك. تمام. حلو بصراحه. ودي كانت نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.